السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنوريكم وزير الأوقاف أسامة الأزهري وقصته مع القطة. فوزير الأوقاف يعني مستدعي شيخ من ذوي الاحتياجات، يعني القدرات الخاصة، من محافظة الغربية، من مركز بسيون، علشان يكرموا في ديوان وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة، علشان يبين إن هو رجل إنساني ورجل الأخلاق الكريمة والرحمة والحاجات ديت بالحيوان اللي هي القطة. الشيخ ده اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة غاوي يربي قطط. هو من بسيون، محافظة الغربية، وغاوي يربي قطط بالرغم ان هو يعني حالته المادية مش قوية، يعني زي معظم الشعب المصري، لكن بيصرف فلوسه على تربية القطط والحاجات دي. فالقطة بتاعته أصيبت، فخدها رغما عن رغبة والده معترض على انه يربي قطط وان هو يعمل الحاجات ديت، لكن بيعصي والده ويربي القطط. والقطة دي أصيبت، فخدها من وراء أبوه وراح سافر، بالرغم ان هو يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، راح سافر القاهرة علشان يعالج القطة بتاعته. يعالج ايه القطة. فهو رايح القاهرة. طبعا انتوا بتستغربوا الكلام اللي انا بقوله، بتقولوا ايه يعني، ايه الكلام الهايف اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده حقيقي، الكلام ده منشور. يعني الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ناشر الكلام ده يعني علشان يبين ان هو رجل انساني يعني. فالمهم يعني ان هذا الشيخ اللي هو من ذوي الاحتياجات المريض خد القطة بتاعته اللي هي مصابة علشان يعالجها فين؟ في القاهرة لوحده. فالقطة هناك في القاهرة تقريبا مشيت منه، وهو طبعا تقريبا يعني مش قادر يسيطر عليها، فمشيت منه، فقال لك ده ايه، اتسرقت منه. المهم ما فيش قطة اصلا يعني. المهم بقى يعني وزير الاوقاف خد خبر بالقصة دي ازاي؟ مين اللي وصل له القصة ديت؟ من رغم ان القصة دي حصلت فين؟ الشيخ ده من بسيون، من الغربية. وراح استدعاه هو واسرته، هو ابوه وامه، في ديوان زي طبعا انتوا شايفين الصور اهيت اللي انا بعرضها لكم. وكرمه واداله 20,000 جنيه. اداله 20,000 جنيه مكافأة على موقفه يعني مع القطة بتاعته، وان هو راح يعالجها في القاهرة. وبيقول لك ان هو عنده يعني شفقة بالحيوان ومش عارف ايه وكلام من ده. فهل ده كلام يعني يدخل العقل؟ كلام مظبوط؟ هل حالة الشعب المصري اللي هي بتعاني من الغلاء والفقر يعني حالة اقتصادية خانقة، نصرف فلوسنا على تربية القطط؟ ده في ناس بشر بيموتوا من الفقر. بيبقى مريض ما بيبقاش معاه فلوس يجيب الدواء، فما بياخدش الدواء فبيموت. في ناس كتير كده. ولو ما كانش يعرف كده وزير الأوقاف اللي هو أسامة الأزهري ده، تبقى مصيبة. يعني انت علشان تبين ان انت رجل انساني ورجل مش عارف ايه والرحمه والحاجات ديت، ده كلام طبعا كلام كذب، واحنا مش هنصدق الكلام ده. يعني الحاجات دي، القصص اللي انتوا بتعملوها ديت بطلت من زمان، الناس كشفتها من زمان. علشان تبين ان انت يعني وزير حلو ووزير حنين ووزير مش عارف ايه، مش هي دي الطريقه. مش ان انت تجيب واحد بيربي قطه ويصرف فلوسه على قطه غصب عن ابوه، تمام، ويروح يعالج قطه في القاهره، وهو اصلا عايز رعايه. يعني الشيخ ده عايز هو اللي حد يرعاه. يعني كان ممكن يحصل له هو نفسه مشكله في القاهره، ممكن يحصل له حادثه، ممكن يموت محسن، اي حاجه. يعني ما تشجعوش على كده. ما تشجعش على ان انت يعني هو احنا ما بنمشيش مثلا نموت الحيوانات في الشوارع او كده، لا. مين اللي قال كده؟ ف يعني عملية الرحمة بالحيوانات دي حاجة تلقائية عند البشر. مش محتاج ان انت تجيبه وتكرمه وتديله 20,000 جنيه علشان بيربي قطة، وانه هو يعني عايز يعالج القطة وكلام من ده.
البشر، الناس اولى بالكلام ده. يعني الناس البشر اولى من القطه. بيقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. مش ان انت تجيب واحد شيخ بعمه زيك كده بيربي قطط ويصرف فلوسه على قطط غصب عن اهله، وتروح تديله وتكافئه وتشجعه على كده وتديله 20,000 جنيه من فلوس البلد، من فلوس الشعب المصري الغلبان المطحون اللي بيعاني من الغلاء يوميا. يوميا الغلاء يعني الأسعار بترفع مرتين في اليوم. تيجي انت تاخد فلوس الناس. وزارة الأوقاف طبعا معروفة انها بيبقى فيها فلوس اللي هي التبرعات والزكاة والحاجات ديت اللي المفروض تتصرف على الناس الغلابة اللي مالين الشوارع. الشوارع مليانة شحاتين متسولين، والمستشفيات مليانة ناس مش لاقي علاج، مش لاقيين علاج. في ناس بتموت انها مش قادرة تشتري العلاج. بقول لك تيجي تديله 20,000 جنيه علشان بيربي قطط، يروح يربي قطط وعلشان تبين ان انت راجل حلو يعني وقلبك حنين وطيب. انا مش هصدقك، يعني عمري ما هصدقك ولا هوافقك على اللي انت بتعمله ده. وانت كده تعتبر خاين للإسلام والمسلمين، ان انت وزير اوقاف. انا عن نفسي مش راضي عن كده، واللي راضي من الناس اللي هي بتشوفنا دلوقتي يقول انا راضي. ان واحد يربي قطط يعني ابوه نفسه مش راضي، يعني اعتبر عاق لابوه. انت بتشجعه انه يكون عاق لابوه. فالكلام ده كلام مش مظبوط واتجاه مش مظبوط. مش علشان تبين ان انت حلو. ده احنا عندنا في مصر في عجز في المدرسين على مستوى الجمهورية في التربية والتعليم. 500,000 مدرس ولادنا مش لاقيين مدرسين يعلموهم علشان الحالة الاقتصادية، علشان ما فيش مرتبات ومعاشات تندفع للمدرسين. يقول لك مدرس بالحصة، ومش معينين مدرسين. في عجز 500,000 علشان الحالة الاقتصادية. تيجي انت تدي 20,000 الواحد بيربي قطط. قطة ايه دي؟ انت علشان بقيت وزير، بقيت من الأثرياء، بقيت من الأغنياء وبتربي قطط، أكيد انت بتربي قطط زيه. تيجي تشجعه على حاجة زي كده بحجة ان دي الإنسانية والرحمة ومش عارف ايه. في ناس كتير هتشوف الكلام ده هيجي لها إحباط، هيتعبوا نفسيا لأن مش لاقيين حد يسأل فيهم. في ناس كتير جدا ما حد سائل فيهم. انت ما انتش حاسس بحاجة، انت عايش في دنيتك انت بس. وانت ده انت مش حاسس حتى ان انت وزير اوقاف. تقول ايه للمشايخ في الجوامع؟ يعني المشايخ يقولوا ايه للناس في الجوامع في الخطب والحاجات ديت؟ يعلموهم ايه؟ يعلموا انه يصرف فلوسه على قطة ويروح يسافر من بسيون من الغربية للقاهرة علشان يعالج قطة ويصرف فلوسه على قطة؟ هل ربنا، اسأل نفسك كده، ربنا والرسول يرضى بكده؟ الرسول كان بيربي قطة؟ حد من الصحابة عمر ولا أبو بكر ولا علي ولا عثمان رضي الله عنهم سمعت إن حد فيهم كان بيربي قطة؟ لو أنت بتربي قطط إحنا ملناش دعوة بيك. إحنا عايزين نربي ولادنا، نصرف على ولادنا، نعالج ولادنا، مش تعالج قطة وجايبه في العاصمة الإدارية الجديدة وممشيه كل ده وبعت له طبعا أكيد عربية وكلام من ده عشان عملية إعلامية علشان تبين إن أنت إنسان ووزير الإنسانية ووزير القطط، رحيم بالقطط وما أنتش رحيم بالبشر بالإنسان. هل ده كلام؟ أنت المفروض تحاسب على هذا الموقف.
مش على ان انت رحيم بالقطة. انت رحيم بالقطة لكن قلبك قاسي على البشر، على الانسان. يعني شوف لك طريقة تانية، وإلا يعني بلاش. اللي بيعد لك الحاجات دي وبيخطط لك الحاجات دي بيأذيك، مش بينفعك. انا عارف ان في ناس هي اللي بتعمل لك الحاجات ديت، يقول لك علشان تظهر يعني ان انت كويس وبتاع ومش عارف ايه، اعمل موقف زي كده ويألف لك قصة زي كده، لكن هو بيضرك. ليه؟ حالتنا كشعب ما تسمحش بتربية قطط ولا نعالج قطط، لان احنا اللي محتاجين نتعالج، ومحتاجين يتصرف علينا وناكل ونشرب. لازم تفكر شوية قبل ما تتصرف، لازم تفكر وخد بالك من اللي حواليك، والا تسيب الوظيفة اللي انت فيها، سيبها لحد يكون يعني بيفكر في شؤون المسلمين. شؤون المسلمين مش شؤون القطط. وربنا يستر على مصر. والسلام عليكم ورحمة الله.